نادي الزمالك في الموسم الجديد هيلبس تيشيرت لونه عظمه. تيشيرت لونه ايه؟ بيبي بلو. طب والحارس هيلبس تيشيرت لونه ايه؟ بينك. بيبي بلو وبينك. نادي ايه بقى؟ نادي الفليله. يا حلاوتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده ونهائيه باذن الله تعالى. قبل البدايه والنهايه لا ننسى دوما الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. تيشيرت نادي الزمالك حاجه غايه في الضحك. والله غايه في الضحك. نادي الزمالك التيشيرت الاساسي بتاع الزمالك لونه ابيض طبعا كالمعتاد، لكن ابيض في اخضر. انا من ساعه ما اتولدت وانا عارف ان الزمالك عنده خطين كده بقى، كده يمين شمال مش هتفرق، هو الزمالك ابيض بخطين. هو عارفينه الزمالك ابو خطين حمر، طول عمرنا عارفين ان هو كده. فجأة يختفي الخطين الحمر ويحط لك ايه بقى؟ الوان كده خضر على الياقة ومش عارف على الكمام كده وحاجات كده غريبة عن نادي الزمالك. ونفس التيشيرت ده بتاع المصري بتاع الموسم اللي فات، بص نفس التفاصيل ونفس الشركة اللي عاملة التيشيرت، نفس كل حاجة بالظبط. الفرق ان انت شلت شعار الزمالك، شلت شعار المصري وحطيت شعار الزمالك وشكرا على كده. نادي الزمالك دفع كام على القميص ده؟ 150 جنيه. دفع 150 جنيه لمين؟ لنادي المصري البورسعيدي. قال له معلش هستأذنك، هستعير منك بس القميص بتاعك، احط عليه الشعار بتاعي كام يوم كده لحد ما تفرج، وبعد كده نبقى نعمل ايه؟ تيشيرت جديد. طيب التيشيرت التاني بقى اللي نادي الزمالك هيلعب بيه النهارده هيبقى تيشيرت لونه ايه بقى؟ لونه عظمه، لونه بيبي بلو. يا حلاوه يا حلاوه. هيلبس لبني يا ولا الزمالك هيلبس لبني. يا حلاوه. والله قمه في الضحك. المهم هي دي تيشيرتات نادي الزمالك المضحكه والمثيره للجدل. طيب ومفاجأة نادي الزمالك الكبيرة جدا، نادي الزمالك العظيم طبعا اللي عمره ما فشل في صفقة. نادي الزمالك اللي هيكتسح النادي الأهلي بمهاجم الدبابة أون بوبندنزا اللي داخل بقوة جدا. وخلاص نادي الزمالك أعلن عن الصفقة. هوب سكرين شوت يا باشا، وقف هنا، وقف خلاص، خد سكرين شوت، وقف بقى عشان اللي جاي مفاجأة. اللي جاي ان اون بوبنزا او نادي الزمالك بقى ليه فرع تاني في رومانيا، بقى ليه فرع تاني في رومانيا. اسمه ايه بقى؟ اسمه رابط بوخارست. ورسميا بوبنزا او نادي رابط بوخارست يعلن تعاقد مع اللاعب الجابوني الصاروخي الماكر بتاع المشاكل اون بوبندنزا. النادي الجابوني بوخارست خلاص، النادي الروماني بوخارست خلاص خلص كل حاجه مع بوبنزا واعلنوا الاعلان الرسمي. طيب لما جيت سأل اللاعب عن الزمالك قال لهم انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده، انا مش عايز اتكلم عن نادي الزمالك، انت وحش، مش عايز اتكلم عن الزمالك ومش بلاش نتكلم في الموضوع ده. طيب قالوا له ايه السبب اللي خلاك تيجي رومانيا؟ قال لهم جيت بنصيحه من وكيلي، وكيله هو اللي نصحه، والناس كتير جدا نصحته، وكلاء لعيبه قدام في نادي الزمالك راحوا له قالوا له خاف على نفسك، انت شفت الزمالك بيعمل ايه مع لعيبته، شفت الزمالك بيعمل ايه مع تشيمبونج، وشفت. فالراجل طبعا جاب ورا قال لك ايه يا عم التاريخ ده تاريخ الزمالك عريق في الفيفا وعقوبات الفيفا. فجاب ورا على طول والصفقة لم تنتهي. هو ده الصفقة اللي كانت هتكسر النادي الأهلي في نهائي السوبر، فشلت فشل ذريع. طيب ايه حقوق نادي الزمالك؟ حقوق نادي الزمالك بلح ليه؟ لأن اللاعب كان ماضي مع الزمالك عقد بلاستيك، مش عقد رسمي. ده كان ماضي كده اللي هو ايه، حاجة زي رغبة مثلا، حاجات زي رغبة كده، تمام؟ فمفيش حاجه رسميه، نادي الزمالك ملوش حاجه لان رابط بوخارست اعلن رسميا واللاعب وقع عليه، فده خلاص الزمالك ملوش حق في الصفقه. طيب موضوع بقى مهاجم النادي الاهلي اللي زهقنا منه، كل يوم انا بقول لك اسم جديد، كل يوم بقول لك المهاجم المش عارف الفلسطيني، المهاجم السنغالي، المهاجم الالماني، المهاجم المحلاوي، كل شويه بمهاجم شكل. لكن بصراحه زهقنا من موضوع اسماء الكتيره دي. النادي الاهلي داخل في اسماء كبيره جدا من المهاجمين، وداخل في مهاجمين كتير جدا، كل يوم تسمع عن اسم جديد في النادي الاهلي وانا بطلع اشتتكم اصلا. كل يوم بقول لك على اسم جديد، فدي حاجه غريبه جدا. فانا مش هقول لك على اسماء مع ان في اسمين جداد غير الاسمين بتوعتي امبارح، مش هقول لك على اسماء. طيب احب اقول لك المهاجم فين يا خطيب؟ في مهاجم في النادي الاهلي، والنادي الاهلي مش هيلعب كاس العالم والانتر كونتيننتال
ودوري ابطال افريقيا بدون مهاجم. الموضوع ده عند كولر مرفوض نهائيا، وفي ظل ان انت عندك وسام ابو علي وكهربا فقط. انت هتعمل ايه في الانتركونتيننتال؟ هتعمل ايه في كاس العالم للانديه؟ ومارسيل كولر رافض النقطه دي تماما. يعني بص، في الحته اللي انت هتقول فيها مفيش مهاجم افريقي، هنا يبقى انت بتقول له مارسيل كولر يمشي. تمام؟ مارسيل كولر واخد الموضوع على صدره قوي. انا عايز مهاجم، يعني عايز مهاجم. طلبت بن رمضان ما جبتش بن رمضان، طلبت اوكيتا، طلبت اسمه ده مهاجمين، ياما مهاجمين اتطلبوا ما جوش. فهنعمل ايه؟ لازم تجيب له مهاجم، والنادي الاهلي فعلا يسعى لمهاجم اللي طلبه مارسيل كولر، لان مارسيل كولر حدد 3 مهاجمين او قال لهم من الاخر، قال لي يا توفيق كان على جنب، يا عم انت مش فاضيين لك دلوقتي، انت كل شويه تجيب حد اقول لك اشاور لك عليه تقول لا مش هقدر اخلصه، لكن انت بقى وانا وكيلي اللي هنخلص اللعيب. مارسيل كولر ووكيله يسعوا نحو المهاجم. دي نقطة المهاجم. لا، بنسبة تتخطى 80% الاهلي هيبقى فيه مهاجم قبل نهاية الانتقالات الحالية. طيب موضوع تاني معانا بقى، وفين عقوبات لعيبة بيراميدز؟ احنا النهاردة كام؟ النهاردة 12 13 النهاردة 13 او 12 14 صباح الفل. النهاردة 14. النهاردة يا نهار ابيض يا جدعان، ده الشهر هوا، الشهر خلص والاسبوع خلص، يلا كله رايح، كله من عليها فان. طيب فين عقوبات نادي بيراميدز الجميل اللذيذ اللي اللاعب بتاعهم طلع شتم جمهور الاهلي كله؟ طلع شتم كام مليون؟ تقريبا اكتر من 50 مليون بني ادم على العلن. الراجل ده ما تعاقبش ليه؟ ما تعاقبش عشان الراجل بتاع لجنة التخطيط او الراجل بتاع الاتحاد المصري ما شافش، ما شفتش، كنت نايم. لا تعليق. هو نايم دلوقتي، لما يصحى يبقى يفكر بقى في العقوبة ويشوف هو يعاقب نادي الزمالك بايه. هيشوف هو يعاقب نادي بيراهوي، نادي بيراميدز. احنا دخلنا في سكة تانية. هيشوف هيعاقب بيراميدز ازاي بقى، والقصة هتمشي معاهم ازاي. لكن لحد دلوقتي مفيش عقوبات ظهرت على الساحة بالنسبة لبيراميدز واللعيبة والراجل. اصلا المدرب فاكرين جوميز برضه بتاع الزمالك، ما ده اصلا تطاول على الحكم، والحكم ما عملش شكوى اصلا. فالحكام دي سلطه بلح تمر هندي، ومحدش عارف ايه اللي بيحصل في لجنه الحكام، ولا اللي بيحصل في لجنه التخطيط، ولا اللي بيحصل في الاتحاد المصري بطيخ بس. طيب الاستاذ جمال علام، شكرا ليك لحد كده، لم رجالتك وامشي عشان احنا زهقنا. طيب دي حلقتنا النهارده، اتمنى من الله تعالى ان الحلقه تكون عجبتكم، ولو الحلقه عجبتكم ما تنساش تدعمني بلايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه ناريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.